رفع الحالة الأمنية وضربات استباقية من جانب الشرطة لاستقبال العام الجديد وتأمين احتفالات العام الجديد. حول هذا الملف ودور المواطنين في مساندة الجيش والشرطة لاستقبال العام الجديد. يعني بنتكلم عن مساندة الشعب للجيش والشرطة لاستقبال العام الجديد ويعني التصدي لأي محاولات إرهابية. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كل سنه والشعب المصري والشرطه المصريه والجيش المصري بخير وسعاده في سنه جديده. انا شايف كراجل صحفي واعلامي ان الدور القيادي الفتره اللي جايه للشرطه انها ابتدت تتعافى بصوره كبيره جدا بعد الاحداث اللي حصلت في 25 يناير، لان الشرطه هي درع الوطن بعد الجيش مباشره. فاذا تلاحمنا كقوه كبرى ما بين الجيش والشرطه والشعب هنبتدي نعمل حاجز امني ضد اي يد إرهابية خبيثة بتعبث في أمن الوطن. طبعا الشرطة عليها معول كبير جدا لأنها المفروض بتحمي أمن المواطن وأمن الشارع وأمن الشخصيات المهمة وحتى الأمن الجامعي، وكل مناطق منوط بيها يكون فيها راجل شرطي موجود، لأن احنا محتاجين نحس ونشعر بالأمان بعيدا عن البلطجة وبعيدا عن الممارسات القمعية اللي موجودة من بعض الناس الخارجين على القانون. بيأدوا دور كويس جدا يعني، بس احنا نتعاون معاهم، يعني احنا كشعب نتعاون معاهم، ما يبقاش فيه حساسية بينهم. مع الاسف نعمه الامن والامان بقالنا 3 سنين فكده كفايه. وبقول كان كل مصري موجود في اي محافظه ان كانت كان بيقول بس انا عايز ارجع قبل 25 يناير عشان بس الامن. فطبعا اكيد كلنا لازم نساعد وكلنا اكيد مصريين وبنحب مصر وبنحب البلد دي. انا كظابط قوات مسلحه سابق المعاش واحب اتعاون مع الشرطه او بنتعاون من اصح معاهم، واجب علينا احنا نكون متواجدين معاهم ومساعدين حتى عشان نقدر الناس المدنيين اللي هم ما عندهمش سبق حتى عن حته الانضباط هنبقى وسط منهم. بساتك اي حاجه الثانيه، انا كراجل برضه عسكري ان انا بحب اتعاون مع الشرطه في تنظيم اي شيء، ولو طلب مني اشتغل، ما طلبش مني هعمل. ليه؟ عشان خاطر البلد تظهر المظهر المشرف. اكيد طبعا مساندة الشعب للجيش والشرطة واجب وطني ولابد ان نتكاتف ونصطف سويا لمحاربة والتصدي لكل اعماليات الارهابية. حفظ الله مصر، وتحياتي ابراهيم خليفة الاسكندرية.